النهارده هنتكلم عن اول واهم خطوه في عمليه تشغيل اي ترومبه، وهي عمليه التحضير. نعرف يعني ايه تحضير الترومبات وليه هو مهم بالشكل ده. اولا خلينا فاكرين ان الترومبات الطارده المركزيه مصممه انها تشتغل مع سوائل مش غازات. عشان كده قبل ما الترومبه تبدا تشتغل لازم تتاكد انها مليانه ميه في عمليه بنسميها برايمنج او تحضير الترومبات. يعني ببساطه التحضير هو اننا نشيل اي هواء من خط سحب الترومبه ومن تجويفه جسم الترومبه نفسه ونعوضه بالميه، نستبدل الهواء بالميه. زي ما احنا عارفين الترومبات عندنا نوعين او عيلتين: ترومبات سنترفيوجال اللي هي ترومبات الطارده المركزيه، وترومبات بوزيتيف ديسبيسمنت اللي هي ترومبات الازاحه الموجبه. على عكس ترومبات الازاحه الموجبه، فالترومبات الطارده المركزيه ما تقدرش تحضر نفسها الا لو مصممه انها تكون سيلف برايمنج، يعني ذاتيه التحضير. بس ده الاستثناء مش القاعده، زي ما اتذكر بالظبط في سولزر بامب هاند بوك. لكن ترومبات الازاحه الموجبه تقدر تحضر نفسها. ليه؟ لان النوعيه دي من الترومبات تقدر توفر ضغط يخلق سحب وتفريغ للهواء من الخط. يعني تقدر تقول ان كل ترومبات الازاحه الموجبه هي ترومبات ذاتيه التحضير. نيجي بقى للترومبات الطارده المركزيه اللي كل كلامنا هيكون عنها النهارده، وعموما يعني هي الترومبات الاكثر انتشارا. السؤال بقى، هل الترومبات دي اللي هي الطارده المركزيه ما تقدرش توفر الضغط المطلوب عشان تسحب الهواء؟ يعني ما تقدرش تعمل زي ترومبات الازاحه؟ بص، هي تقدر تعملها، بس اخرها هتدي ضغط مكافئ للرفع بتاعها المتصممه عليه. يعني ايه الكلام ده؟ الوزن النوعي للهواء 1/800 الوزن النوعي للميه. يعني الترومبه هتدي ضغط للهواء يعادل 1/800 الضغط اللي هتديه للميه. يعني لكل متر واحد ميه محتاج يترفع عشان ترومبه تحضر، لازم الترومبه تدي ضغط للهواء يعادل 800 متر. طبعا ده مستحيل. انت متخيل كميه الضغط المطلوبه وده المتر واحد ميه؟ كمان ما جبناش سيره معوقات الشبكه الموجوده ناحيه طرد الترومبه واللي مطلوب من الترومبه انها تتغلب عليها. عشان كده كان لازم طرق نحضر بيها الترومبه، وده اللي احنا جايين نتكلم فيه. بس قبل ما نتكلم عن طرق تحضير الترومبات، عايزين نعرف الاول ليه وجود هواء في الترومبه مشكله كبيره. يعني ليه لازم نحضر الترومبه؟ زي ما اتفقنا الترومبات مصممه انها تتعامل مع سائل مش مع غاز. الهواء عباره عن مائع قابل للانضغاط كومبريسبل، ومعنى انه قابل للانضغاط يعني الترومبه ما تقدرش تضخه بشكل مباشر. اللي هيحصل انها تضغطه الاول، والهواء فيه بخار ميه، لما يتضغط هيكثف بخار الميه، وهنا يظهر في الصوره البعبع رقم 1 لاي ترومبه اللي هو التكهف، واللي اتكلمنا عنه في سلسله افهم ان بي اس اتش قبل كده بالتفصيل. كمان درجه الحراره هتعلى لانك بتحرم الترومبه من الشيء اللي بتعتمد عليه في تبريد نفسها اللي هو الميه والسائل، وده معناه ان في اجزاء مهمه هتتاكل في الترومبه، وده هيسبب اهتزازات ومشاكل كتير في التشغيل. طيب ايه الطرق اللي بنحضر بيها الترومبات؟ اول طريقه هي محبس القدم، وده نوع من انواع محابس عدم الرجوع، بيركب تحت عند اخر خط السحب، وده عشان لما الترومبه تقف الميه ما ترجعش للخزان وتفضل موجوده في خط السحب عشان لما نشغل الترومبه المره الجايه. يعني مبدأه بسيط جدا. بس الطريقه الحلوه دي بقى ايه عيوبها؟ اولا المحبس ده اوقات بيسرب، فلما المحبس بيسرب الترومبه كده بتخسر الميه اللي كانت هتحضرها. تاني مشكله هتقابلك مع طريقه محبس القدم هي لو الميه فيها شوائب، لو ميه عكره مثلا، فده هيقلل من كفاءة غلق المحبس بصورة كبيرة. عشان كده بتلاقيهم في محطات كتيرة بيركبوا مصفى تحت المحبس، وإن كانت برضو ما بتمنعش انسداد المحبس. وأهم عيب من عيوب طريقة محبس القدم هي إنه بيسبب مفاقيد كبيرة في خط السحب، عشان كده لا يفضل استخدامه. تاني طريقة هي خزان التحضير، وده خزان بيكون موجود ناحية سحب الترومبة، متوصل من تحت بسحب الترومبة ومتوصل من فوق بخط السحب نفسه. بنملاه مية قبل ما نبدأ نشغل، ولما الترومبه بتدور بتسحب ميه من الخزان، فده بيخلق تفريغ كافي. وكمان الضغط الجوي الموجود على الخزان او البياره بيدفع السائل ناحيه خزان التحضير. بس طبعا مش كل مره هتملاه يدوي، عشان لو هنعتمد على الملء اليدوي طب ما نملى الترومبه وخلاص كل مره وبلاش خزان خالص. الفكره ان المفروض ان الخزان بيتملي تلقائي من راجع الترومبه، يعني من الميه اللي بترجع من الطرد للسحب. بس طبعا الكلام ده ما ينطبقش على الترومبات اللي فيها محبس عدم رجوع على طردها، واللي موجود اصلا في معظم التركيبات. عشان كده طريقه خزان التحضير دي مش طريقه عمليه كفايه. ده غير ان الخزان لازم يكون 3 امثال حجم خط السحب، فده هيكون مكلف جدا للمحطات الكبيره. عشان كده الطريقه دي ممكن تكون مناسبه للترومبات الصغيره. نيجي مع ثالث طريقه وهي الاندكتور. الطريقه دي بنستخدمها لو في مصدر ميه مضغوطه موجود في المحطه، فبنجيب اندكتور واللي بيكون عباره عن طقم وصلات بالشكل اللي هيتعرض، وبنوصله على اسفل خط السحب، وبنوصل مصدر الميه المضغوطه بالاندكتور. بس اهم حاجه زي ما اتفقنا ان مصدر الميه يكون بضغط كافي. طيب بنحتاج ضغط قد ايه؟ بنقيس المسافه من اقل منسوب ميه لاعلى نقطه في الترومبه، ولكل متر ميه بنحتاج 90 كيلو باسكال او 9 بار، وده يكون الضغط المطلوب للتحضير. رابع طريقه بقى نبدا نتكلم عن ترومبات التحضير، ودي بتكون اما دراي او ويت. ترومبات التحضير الجافه عيبها انها ما تقدرش تتعامل مع ميكس الهواء مع الميه، يعني لما نستخدمها في التحضير لازم يبقى في حمايات تتحط بينها وبين الترومبات الرئيسيه. ليه؟ عشان نمنع الميه انها توصل لترومبات التحضير الجافه. في حين ترومبات التحضير الغير جافه او الويت فاكيوم بامبس زي ما هو واضح من اسمها كده تقدر تهندل ميكس الهواء مع الميه، عشان كده بتلاقيها هي المنتشره. ترومبات ويت فاكيوم بامبس لازم لما تشتغل يكون فيها شويه ميه، ومع دوران الريشه الميه بتعمل زي حلقه على محيط الجسم الدائري.
يعني تقدر تقول ان الميه بتعمل حاجه شبه الخاتم، بياخد شكل كيسنج، عشان كده اسمها ليكويد رينج بامبس. دوران الميه بشكل الحلقه ده بيخلق تفريغ في النص، يساعد الترومبه انها تعمل تفريغ او فاكيوم. وبما اننا اتكلمنا عن ترومبات التحضير، نيجي بقى لاهم واخر طريقه من طرق تحضير الترومبات، وهي منظومات التحضير برايمنج سيستمز، واللي بتكون اما اوتوماتيك او مانوال. المنظومه في الغالب بتتكون من خزان وترومبتين تحضير بيشتغلوا بالتبادل مع بعض، ومحابس ومواسير ولوحه تشغيل. بس الكلام عن منظومات التحضير محتاج وقت، فلو كان لينا عمر ان شاء الله نتكلم عنها في فيديو جاي. بس كده، ولو حد عنده اي اضافه او سؤال يسيبه في كومنتس تحت. سلام.